زين كان واقف قدام نفسه مش عارف يبدأ منين. كل يوم يفكر في فلوس كريم اللي لازم يرجعها، ويقول لنفسه حق كريم راح يرجع، خش أنا ده اللي عدي. الأيام مرت وهو لسه مش قادر يدبر الفلوس. كل مرة يحاول يحسبها يحس الدنيا ضاقت عليه ويقول دلوقتي إني ما عنديش فلوس شهرين، بعد يومين أرجع ألقي الفلوس كاملة. وكل مرة يجيبوا إحباط جديد، ما أقدر، خليها بعد أسبوعين حتى أقدر أدبرها. في البيت الوضع كان أصعب، هلايا وصغيراتها جعانة والصمت مال المكان غير أصوات الجوع. هلايا بصوتها الحنون يابا شنو ناكل جوعانين، والأولاد يتلموا حوالينها. الرجالة اللي حوالين البيت يحاولوا يخففوا، يقولوا وجهالي يرجعوا من المدارس وبطونهم فاضية، لازم نشوف حل. سعدي وهو واقف على جنب يحس بثقل المسؤولية، أكل نظافة كل شيء مضغوط عليه. هلايا حاولت تهديه وقالت له يابا هسه أعطيكم جبنات، جارب مكم سمتة أنا أسويها بإيدي. وفي السوق زين مشي يتفرج على الحاجات اللي ممكن يجيبها، وكل حاجة كانت جذابة، حمام حلوة منظمة كل تفاصيلها ملفتة. زين اختار بعناية، مو كلش طويل يا معودي، هذه النموديل كلش حلوة، أنا جاي أختار لك الزين. بعد ما خلص رجع البيت ومعاه جزء من الفلوس، قال بس مو كاملة، بعد أسبوع يوصلوا لك الباقي. الجو في البيت بدأ يهدى شوية، بس القلق على فلوس كريم والواجبات اللي عليه ما راحش. البيت كان مليان حركة، بس الجو كان كله قلق وحب في نفس الوقت. زين وحمامة قاعدين يتكلموا عن الأمور المهمة، عن سعدي وعن كل السلفة اللي حوالين الزواج، وعن الترتيبات اللي لازم تصير. حمامة كانت قلقة ومتوترة، ما أريد أتزوجه، أحس إنه مخبل، ليش إيش تحكين على الولد؟ زين حاول يطمنها، يقول ما تقلقي، أنا موجود وكل شيء هيتظبط، كلنا مع بعض. أبو محمد كان قريب منهم، يراقب الوضع، يحس بمسؤولية كبيرة. أنا ما عندي أحد غيرك، خليني أدارك شهر شهرين لحد ما تقومي بالسلامة. الكل كان حريص يحاول يحمي بعض، وفي نفس الوقت يحاولوا يلاقوا حل لكل مشاكلهم بدون ما حد يتأذى. سعدي كان موضوع النقاش مستمر، والقلق عليه كان ظاهر، خصوصا لما الأمور تتعلق بحمدية وحمامة. الجميع كان عايز يشوفهم سعداء بدون أي مشاكل مستقبلية، وكان واضح إن كل واحد مستعد يضحي من أجل الآخر. في الوقت ده الحياة اليومية كانت بتجري بسرعة، وكل تحدي صغير كان يبان أكبر بسبب القلق والخوف. زين وحمامة حاولوا يوازنوا بين الحب والمسؤولية، بين الواجبات والاحتياجات الشخصية. الكل في البيت بدأ يتعاون، يحاولوا يخففوا التوتر، وكل خطوة كانت محسوبة بحذر. حمامة بدأت تحس بالراحة شوية، لأن زين كان دايما يطمنها، صدقيني كل شيء بيتظبط، أنا معاكي. الأطفال كمان كانوا جزء من المشهد، تصرفاتهم كانت بسيطة لكن محملة بمشاعر كبيرة، خلوا الكبار يحسوا بالمسؤولية بشكل أكبر. هلايا كانت تراقب، تحاول توازن بين قلقها وحبها ليهم، وكل مرة تقول يلا كملوا، الأمور هتمشي كويس. الجو بدأ يخف تدريجيا رغم الضغوط، وكل شخص في البيت بدأ يلاقي طريقة للتعامل مع المواقف الصعبة بمحبة وصبر وصراحة. الأيام كانت ماشية، والحياة اليومية في البيت مستمرة بكل ضغوطها وتفاصيلها الصغيرة. حمامة بدأت تحس بثقل المسؤولية، خصوصا لما الوضع يخص الزواج والترتيبات حول سعدي، وقالت لنفسها بصوت منخفض لولاها إني شفيت، ليش لاحن ما قلت لك يصير خير، بس زوجوني هذه. زين حاول يهديها، يلا قوموا ناموا، والله كريم كل شيء بيتظبط. محمد كان واقف جنبها يحاول يفهم الأمور ويحميها، يحس بالقلق عليها وعلى مصيرها، وفي نفس الوقت يحاول يكون واقعي. لو تزوجتي وأنا رح أروح لهذا سعدي وأقول لك تريد تتقشمرين حتى أتزوجك، ومن رفضتك أقبل بيه. حمامة كانت مصدومة مش عارفة تتصرف. محمد أنت شو قاعد تحكي؟ لبعدك صغير على موضوع الزواج. زين حاول يفسر لها الأمور بهدوء، شوف إيش رح أسوي، كل شيء هيتظبط. في البيت الأمور اليومية ما وقفت، الأطفال والجيران والحياة الصغيرة كلها كانت مستمرة، وكل تحدي كان بيبان أكبر بسبب المسؤوليات الكتيرة. حمامة حاولت توازن بين خوفها وحبها، بين ضغط الواقع وحبها لزين. ما أريد أتزوجه، أحس إنه مخبل، ليش إيش تحكين على الولد؟ زين شد إيدها وقال أنا موجود ومش هخلي حاجة تأذيكي، كل شيء بيتظبط، صدقي.
حتى في المدرسة والشغل الكل كان حاسس بالضغط، وكل موقف صغير كان يتضاعف تأثيره في البيت. زين وحمامة حاولوا يلاقوا حلول بدون ما يضروا أي حد، يحاولوا يوازنوا بين الحب والمسؤولية وبين الواجبات الشخصية والعائلية. الكل بدأ يتعاون، كل خطوة محسوبة، وكل لحظة فيها حب وصبر وصراحة. الجو بدأ يخف تدريجياً رغم الضغوط، وكل شخص في البيت بدأ يلاقي طريقة للتعامل مع المواقف الصعبة بمحبة وصبر وصراحة. مع مرور الوقت الأمور بدأت تتوضح شوية، والبيت بدأ يهدى بعد كل التوترات. زين وحمامة عرفوا إزاي يتعاملوا مع كل المواقف الصعبة اللي قابلتهم، وكل تحدي بدأ يتحل تدريجياً. حمامة بدأت تحس بالراحة لأنه شافت قد إيه زين موجود جنبها ويهتم بيها. يقول لها: حمامة صدق، أخليها بين عيوني، إن شاء الله توافق. أبو محمد كان دايما جنبهم يراقب ويطمن، وده خلى الجو مليان ثقة وأمان. كل واحد في البيت كان عارف دوره ومسؤولياته. الكل بدأ يحس بالسكينة والطمانينة. الأطفال بدأوا يشاركوا في الأجواء الهادية، والضحك والحركة البسيطة رجعت للبيت بعد كل الضغط اللي كان عليهم. زين وحمامة بدأوا يخططوا لمستقبلهم بحب وصبر، ويحلوا أي مشاكل صغيرة قبل ما تكبر. سعدي بقى بعيد عن القلق، والكل بدأ يحس إن الحب والتفاهم هم اللي هيخلوا أي صعوبات قدامهم تتجاوز. حمامة ابتسمت لأول مرة من قلبها وقالت: الحمد لله، كل شيء تمام. وفي لحظات هادية زين يطمنها ويشوف كل التفاصيل الصغيرة: البيت، الأطفال، الأكل، الترتيبات. كل خطوة محسوبة بحب وصبر، وكل شيء ماشي على خير. الجو كله مليان دفء وعاطفة، والسكينة رجعت للبيت، والكل عرف إن الأيام الجاية أحسن، وإن الحب والتفاهم هم اللي هيقووا على أي صعوبات. النهاية كانت مليانة أمل. كل شخص عرف إن مع الدعم والصبر كل شيء ممكن، وإن الحياة بتستمر بحب وصدق وتعاون بين الكل. يلا، سلام.